دي لإعدادي عمارة لمادة تشكيل وقسم. تابعونا عشان تعرفوا كل جديد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. الحلقة النهاردة كان أحد المتابعين كان بيسأل عن مادة التشكيل وقص التصميم. كان عنده مشكلة انه في حاجات مش واضحاله. انا كنت اتمنى ان هو يكتب لي تفصيل اكتر من كده في التعليقات، هو ايه الحاجات بالظبط اللي مش واضحاله، التوبكس اللي عايزنا نتكلم فيها. الخداع البصري دي كانت من احد المشاريع اللي كانت بتتقدم في تشكيل واسس تصميم. دكتور يحيى الزيني الله يرحمه كان هو اللي بيدرس لنا يعني. فاللي انا فاكراه انه احنا كنا كل اسبوع بنعمل لوحة مشروع او بروجكت او ماكيت. كان في مثلا خداع البصري، كان في ان احنا بنشوف المباني اللي هي شكلها الخارجي بيعبر عنها من بره. مبنى جريدة الجمهورية هو من بره شكل جريدة، تمام. ده كان من الأمثلة السيئة. مثلا الهرم كانت من الأمثلة الجيدة، ان هو بيمثل ان هو مقبرة. بروجكت للبوابات، ازاي اعمل بوابة. كان تقريبا بوابة المعرض كتاب، اللي هي زهرة اللوتس المفتوحة، اللي هي زهرة لوتس مفتوحة وعملوا أرشات مع بعض. برضو كان في بروجكت الإفراد، ازاي المكعب والهرم شكل المكعب شكل الدايرة ازاي اعمل له افراد، وبعد كده اقفلهم مع بعض فيعملوا لي هرم مجسم. وبالمجسمات دي ببدأ اعمل تشكيل، بعمل كتلة، ان انا مثلا بلزقهم فوق بعضهم. كنا نعملهم بالكانسون، حتى الكانسون الالوان كان بيدي شكل حلو قوي، ان احنا كنا نعملهم بالكانسون الابيض ونرشهم بالسبراي الكالرز دوت. مثلا ممكن المثلثات لما افراد تعملها هرم وتدخلهم في بعض تعمل بيهم شجرة مثلا. الخيوط كنا برضو عاملين اشكال هندسية بالخيوط على لوح خشب ومسامير. كنا لوح خشب دقين عليه مسامير باشكال معينة وعاملين بيها خيوط اشكال هندسية وبترمي ظل على لوح الخشب دوت. طبعا في حاجات كتير اكيد طبعا ممكن تكون المشاريع اختلفت. برضو الخداع البصري كان فيه حاجات كتيرة، ازاي الدوائر والمربعات بالابيض وبالاسود، ازاي بعمل عمق زي ما انتم شايفين كده في الصور، عمق كأني داخلة لجوه، كأني بارزة لبره، كأني في حتة عاملة بيها زوم ان يعني. افكار كتيرة. انا كنت ده ازاي يعني. انا كنت بدور في المكتبة، وما كانش النت على ايامنا قوي قوي زي دلوقتي، بس انتوا دلوقتي النت ممكن تدور هتلاقي. اكتب بس التوبيك، اسم التوبيك اللي هو انت المفروض هتعمل عنه اللوحة، واعمل سيرش. شوف هيطلع لك كذا حاجة. حاول بس ما تاخدش اول سيرش يطلع لك عشان ما يبقاش ايه كل الدفعة عاملة نفس الحاجة. فدي يعني دور شوية، ابدأ تخش من موقع لموقع، شوف من صورة لصورة، جمع شوية صور وابدأ ارسم الحاجات دي. تمام. كل ما تعمل افكار مختلفة كل ما تاخد تقدير احسن. تمام. كل ما تعمل حاجة مختلفة خالص ممكن تقرب للامتياز والجيد جدا. ابعتلي، انا برد على الكومنت في ساعتها اول ما بشوفهم. وبدي نصايح، ببعت لينك يعني. انا ما عنديش مشكلة، ولو حاسة ان الموضوع صعب هعمل فيديو. اوكي، وربنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.